يعتبر النسيان شرطاً من شروط سلامة الذاكرة. هذه الأخيرة لا يمكنها أن تحتفظ بكل دقائق الأمور، ولولا النسيان لما تقدمنا خطوة واحدة في تحصيل المعرفة. وفي هذا يقول روبرت توكي إن الذاكرة الأخاذة والحفاظة يمكنها أن تشكل عائقاً للتطور العالي للفكر بسبب التراكم الذي تحدثه. نفس الطرح نجده أيضاً عند دوغاس، حيث أكد أن النسيان ليس نفياً أو نقيضاً للذاكرة، بل هو شرط من شروط سلامتها وجودتها. ومن منا لا يملك ذكريات مؤلمة وقاسية؟ ولولا نعمة النسيان لأصبحت حياتنا جحيماً لا يطاق. ويقال النسيان يمحي آثار الحقد ووطأة الآلام بين الحكام والملوك. ويحكى أن إحدى القبائل المنغولية تحرم على أفرادها ذكر أسماء الموتى، وذلك من أجل نسيان الأحقاد، لأن النسيان يمنح الأعداء الفرصة أن يكونوا أصدقاء.